غير محلها في غير الوقت المناسب. في الحقيقة هذه الفكرة في تأليف حكومة ما سماها حكومة تكنوقراطية يستلزم أولا أن يقوم رئيس الحكومة هذا بتقديم استقالة الحكومة الحالية. معناها ما هوش ممكن باش يقع تكوين حكومة جديدة تكنوقراط ولا غيره من غير ما أنها مش تكون هي تخلف وزارة اللي معناها وفات المهمة متاعها ومعناها وقيلت عن السلطة. هذا ما يأتي من وراء لما يسموه الدستور الصغير، وهذا هو المعنى القانوني. ثم من قال حمد جبالي عنده الحق حسب الدستور الصغير بأنه يبدل الوزارات، يبدل وزير. هو صحيح النص هذا يقول بأن رئيس الحكومة عنده الحق باش يغير ويبدل ويقسم والا يجمع بين الوزارات، وبالطبع اضافه او باقاله الوزراء. لكن ثم فرق كبير ياسر بين انك تبدل جزءا من تركيبه وان تبدل التركيبه تماما. تبديل الجزء من التركيبه فعلا من صلاحيات رئيس الحكومه، لكن تبديل التركيبه كامله هذيك ترجع الى مجلس التاسيسي الذي هو الذي سماه وزكاه في مهمته الحاضره، بحيث لا بد ولا مناص من ان يرجع الى المجلس التاسيسي. وعندما ترجع الى المجلس التاسيسي يجب مسبقا ان يقدم رئيس الحكومه استقالته. فهمتي؟ ما نجمش يجي هاو يقول انا عندي حكومه هذه وهاو راهو انا ماشي عندي حكومه اخرى. لا، ما يكون تكوين حكومه جديده الا بعد فراغ مهمه الحكومه القديمه. وفي هذه الحال حسب ما يقول معناها الدستور الصغير عندما تستقيل الحكومه مش بالضروره انه يرجع رئيس الحكومه المستقيل، لان النص يقول بان رئيس الحكومه معناها يرشح لمنصب حكومه جديده من يراه اصلح للقيام بهذه المهمه. ثم فرق من التركيبه نتاع المره الاولى اللي يقول النص بانه معناها يكون رئيس الحكومه من الاغلبيه، ولكن في حاله ثانيه ليست كذلك. رئيس الحكومه رئيس الدوله يولي عنده معناها صلاحيه في تكوين معناها في تعيين شخصيه اخرى غير سي، بحيث اقول بان في كل الحالات المبادره نتاع سي حماد جبالي رغم ان البعض قالوا بانها نوع من انقلاب بنفسجي ولا ما حاجه من هذا القبيل، هذه المبادره الحقيقه ما جاتش في محلها وليس لها شرعيه. الأمر بقي مطروحا تماما. ما العمل نظرا لكل هذه التطورات والتقلبات الأليمة التي عاشتها البلاد حتى نمكن البلاد من أن تخرج من هذا المأزق العميق.